باسم سلطان البلاد اللي تسامى، نرضى في الترحيب ويفوح الخزامى، للضيوف بديرة رجال النشامى. كرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. وهنا في المهرجان السنوي واليوم الانطلاق افتتاح مهرجان حمر الدروع للموروث الشعبي ومزينة الإبل وركض العرضة وركض الريس والقرية التراثية والأمسيات الشعرية واليولة. فهنا في أول الأيام في الفترة الصباحية معنا 4 أشواط، منهن شوط التلاد كما تشاهدوا، هذا شوط التلاد معنا، ومن بعده بيكون الشوط الذهبي والشوط البرونزي وشوط القعدان. كونوا معنا متابعين هذه ال4 الأشواط الذي أتوا أبناء السلطنة من شتى أنحاء السلطنة للمتابعة، ونشوف لجان التحكيم في هذه الأشواط، والله يعينهم على الصواب ونتمنى التوفيق للجميع. سلطان البلاد اللي تسامى، نرضى في الترحيب ويفوح الخزامى، للضيوف بديرة رجال النشامى، نراهم من ماضي الأزمان حيا. نراهم
سلطان البلاد اللي تسامى، نرضى في الترحيب ويفوح الخزامى، للضيوف بديرة رجال النشامة، نراهم من ماضي الأزمان حيا. ذي يزن بن هيثم الشهم السنافي، في مديحه ما تكفينا القوافي، دعمه لأهل الهجم ما هو بخافي، الكريم اللي مواقفه سخية، من وصل حمر الدروع بكل حزة، يبشر بقوم المروة والمعزة، شبلهم له بركن بيده يرزه، وارثنه من سنين أولية، الدلال تفوح في ليل ونهاري، من ديار جودها بالدم جاري، نراهم شبت وشبت شوط ناري، ما يطفي شبته إلا مطية، مناجمها الذلايل دوروها، للمزاين بالمحافل حضروها، لنملجنه بفخر يرشحوها، دون شك ودون فحص البيطرية، راهية من فوقها حتى تحتها، كنا راعيها بيدنا نحتها، كم مطية غالية سعر ومحتها، كم عذبة جاتها مثل البلية، حامية والطيب في ميدان حامي، من قبل تصف بالصف الأمامي، زعفروها باصفهاني أو بشامي، صبوا الراعية من الشاذلية، القلوب ترف والرايات رفت، والله إن أهل الهجن كفت ووفت، يا بيت اللي خلت العالم تلفت، تهف الترشيح من هذه وذيه، كل عام يجدد. الأسماء التي تعرض أمامنا 3 أسماء تنافس على الأوشحة الذهبية وأيضا الفضية والبرونزية، التي تعطى ذكرى لمن يشارك في المهرجان وتبقى معه الإنكار للنسخة التاسعة من هذا المهرجان. 3 أسماء تمثل محافظات وولايات السلطنة، ممثلة ولاية هيمة بالرقم 3 مع الحرشوسي، أيضا أهالي بركة حاضرين مع الصيحة بالرقم 15 تمثل أبناء جنوب الواقع، وأيضا مشاركة أخرى من الكامل والوافي بالرقم 8 جماهير. هذا هو مسجد الذهب في شوط الإنتاج والمنتجين، ونقول ألف مبروك والوشاح البرونزي في هذا الشوط. ومادة الزعفران توشحت بجماهير حمد بن نايف بن سلطان الربيعي، حصلت على المركز الثالث من الكامل والوافي بالرقم 8. ألف مبروك. إذا تبقى الشداد الذي يحمل شعار النسخة التاسعة، ووشاح الذهب والزعفران، وبطل شوط الثلاث في هذه النسخة للقطايم. في يوم الافتتاح نقول وين راح السلام؟ هل غادر الى ولاية هيمة ويمكن اهل هيمة؟ جمهور هيمة مسمعكم ام الى جنوب الباطنة وولاية بركة مصيحة وجمهور مصيحة حاضرين، ونقول الوشاح الذهبي وبطل الشوط الثلاث في النسخة التاسعة في شوط الفطايم. ألف مبروك والناصر غلق مع الحرشوسي عبد الله بن محمد بن سعيد الحرشوسي من ولاية هيمة. القلوب ترف والرايات رفت، والله إن أهل الهجن كفت ووفت، يا بيت اللي خلت العالم تلفت، تهف الترشيح من هذه وذيه، كل عام يجدد الشاعر طموحه، ناوي الحمر الدروع يسوق بوحه، اعذروه إن كان قصر والسموحه،
الخامس وكانت تحت رقم 7 الوسمية لسالم بن الفتح بن حمدان المعمري من البريري. المركز الرابع وتحمل رقم 6 العنود لجاسم بن محمد بن ناصر الهاشمي اهالي صور العفيف. يبقى عندي المثلث الذهبي مثلث الناموس والمدرج الذي هناك يزال له اللقاء والتحدي والاعتراض والوشاحات والتتويج امام الحضور. يا سلام عرضوا الانطلاق الذي هناك من تحت رقم 2 افعال تحت رقم 2 افعال لسعيد بن سيف الحي السعيدي من ولايه الخابوره. عرضوهم هناك عرضوا الثلاث. وكذلك هناك التواجد في المثلث الذهبي من تحت رقم 4 الكارثه لعادل بن خادم بن رامز الحفوسي لجنه من المعارك في الهيمه اهالي الوسطى متواجدين. وكذلك التواجد هناك من تحت رقم 12 غاره لهزام الفوز من جميل المالكي اهالي بركه. الله 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 تصور يا اللي تصور العالم ودول الخليج ينتظروا هذه الصور ينتظروا هذه النتيجه بهذا الحضور المشرف في المنصه الرئيسيه بهناك تحت رعايه محافظ. الله الله نجيب الرواس. يا سلام التتويج جميل اليوم بحضور السيوف بحضور اصحاب السعاده. يا سلام يا سلام على المركز الثالث الضيف الثالث. اول يبغوا المثلث الذهبي ولكن الان لما وصلوا الى المركز الثالث ما يبغوا الاول والثاني. والذي حصلت على المركز الثالث وهي تحت رقم 2 افعال لسعيد بن سيف بن علي السعيدي من الخابوره. تهانينا والناموس سلام الى الخابوره. حيوا اهل الخابوره على المركز الثالث شمال الباطنه. ذهب السلامات الى قبيله السعيدي على المركز الثالث في مهرجان رسمي ورئيسي بحضور رسمي. يا سلام في منصه التتويج. اما المركز الاول والثاني التنافس هناك من التي تكون اهالي بركه واهالي هيمه عزبه المعارك الوسطى وجنوب الباطنه. الله الله الله. الحرسوسي حبسان الله الله الله. اما المعارك هناك من تحت رقم 4 الذي هناك من هنا تحمل الكارثه كارثه الحرسوسي. وهنا من تحمل رقم 12 المتواجده والقادمه من بركه. السلام وين؟ السحور وين؟ التحيه وين؟ السلامات وين؟ السداد الى وين؟ الرد الى وين؟ الله الله الله. السلام يغادر مع اهالي وقرارات رجال التحكيم حكموا وبيضوا وجوههم. والسلام الى هيمه ولا الى بركه. طال السلام وروح وغادر مع اهالي بركه ولا هيمه ولا بركه. المالكي ولا الحرسوسي نقول بقرار لجنه التحكيم وصدرت اخر قراراتهم في الرد. هنا نقول سلام الى سلام حتى تحتها كنا راعيها بيدنا نحتها. كم مطية غالية سعر ومحتها. كم عذبة جاتها مثل البلية. حامية والطيب في ميدان حامي من قبل لا تصف بالصف الامامي. زعفروها باصفهاني او بشامي صبوا والراعية
باسم سلطان البلاد اللي تسامى، نرضى في الترحيب ويفوح الخزامة، للضيوف بديرة رجال النشامة، نراهم ماضي الأزمان حية. ذي يزن بن هيثم الشهم السنافي، في مديحه ما تكفينا القوافي، دعمه لأهل الهجم ما هو بخافي، الكريم اللي مواقفه سخية، من وصل حمر الدروع بكل حزة، يبشر بقوم المروة والمعزة. شبله السابع والسابع اختار بالرقم 15 جمايل ناصر بن مسعود بن ناصر السناني من ولاية الخابورة، والمركز والسادس حاملة الرقم 22 طوالي طلال بن سعيد بن سيف الرواحي من ولاية شمايل. المركز الخامس ايضا ضيوفنا من دولة الامارات، الرقم 24 حمولة للدكتور محمد الصاحي، ايضا مشاركة مميزة واضافة لهذا المهرجان، حصل على مركزين في هذا الشوط. دور المركز الرابع وضع القرار لجنة التحكيم الرابع، يغادرنا الى الوافي بالرقم 55 احمد بن سالم بن حمد الهاشمي. هكذا المراحل من ال15 الى الرابع، ويتبقى امامنا مثلث الذهب المتوج باوسحة هذا المهرجان وبمادة الزعفران وبالزرقاء الزهرية. ونقول المركز الثالث او وشاح او المثلث الذهبي في هذا الشوط ما بين الرقم 21 شواهين محمد بن حمد بن خميس الهاشمي من الكامل والوافي، والمشاركة الأخرى من أبناء ولاية بركة بالرقم 26 غاية شهاب بن حمد المالكي، وأيضا المشاركة الثالثة من أبناء الكامل والوافي بالرقم 10 الضبي علي بن راشد بن سالم السنيدي. هكذا مثلث الذهب، ونقول ألف مبروك لصاحب المركز الثالث ومن توشحت بوشاحنا البرونزي في شوط البرونزي. ألف مبروك لمالك الضبي بالرقم 10 علي بن راشد بن سالم السنيدي من الكامل والوافي المركز الثالث. إذا تبقى أمامنا مركزين الأول والثاني في شوط البرونزي والشداد ما بين أبناء الكامل والوافي وأبناء بركة. حضورهم اليوم مميز، شاركوا في الشوطين الماضيين، حصلوا على الوصافة مرتين. هل تكون الثالثة ذهبنا في الشوط الثالث أم للكامل والوافي رأي آخر؟ ونقول ناموس الشوط حاير ما بين الاثنين، وألف مبروك وناموس هذا الشوط غادر أرضية الميدان باتجاه ألف مبروك والناموس. يا المالك يا المبروك، سلام بركة، سلام يا المالك. غاية شهاب بن حمد المالكي من ولاية بركة، فاخر يرشحوها دون شك ودون فحص البطرية، راهية من فوقها حتى تحتها، كنا راعيها بيدنا نحتها، كم مطية خالية سعر ومحتها، كم عذبة جاتها مثل البلية، حامية والطيب في ميدان حامي، من قبل لا تصف بالصف الأمامي، زعفروها بصفهاني أو بشامي، صبوا والراعي
نتيجة وصلت نتيجة الشوط والطوف اللي حصل على المركز الثامن بقرار اللجنة يحمل رقم 6 صوت لهلال بن علي بن سعيد المعمري من ولاية الخابورة، تهانينا والناموس. أما المركز السابع سابع المراكز وكان هناك يحمل رقم 12 صوغان الظاهرة لعبد الرحمن بن مطر العلوي من ولاية ينقل. المركز السادس وكان يحمل رقم 13 هناك لخميس بن مسلم المعمري من ولاية عبري. المركز الخامس وكان يحمل رقم 2 هجوم لعبد العزيز بن فهد بن سلطان الحوثني من ولاية الخابورة. أما المركز الرابع وكان يحمل رقم 10 حيلان لخالد بن خليفة بن سالم العريمي من الصور. أما تبقى عندي المثلث الذهبي، مثلث الناموس، مثلث التهاني. الله 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 يا هذه الأسماء من يحمل رقم 8 لطام لناصر بن علي بن راشد السنيدي. وين رقم 3؟ عرضوا للياسين في القصة، يبغوا يشوفوا الثلاثة الأوائل. عرضوهم أمام المنصة الشباب، عرضوا لي رقم 3 اللي هو هناك لطام لناصر بن علي بن راشد السنيدي من الكامل والوافي. وكذلك من يحمل رقم 15 مهند لجاسم بن محمد الهاشمي من صوت عفية. وكذلك هناك التواجد من رداد لعبد الله بن محمد الحرسوسي من ولاية هيمة، أهالي هيمة. الله 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 يحمل رقم وين رداد؟ رداد رقم 5. الله يا سلام. المركز الثالث وغاد وصار وحلق بالاجواء بالناموس وبالسلام من المثلث الذهبي مع لطام الناموس. تهانينا والناموس. من المركز الثالث يحمل رقم 8 لطام لناصر بن علي بن راشد السنيدي من الكامل والوافي. ولكن هنا عودة مجددة مع الحراسيس الذين أتوا من هيمة والهاشمية القادم منصور. الله يا سلام. مهند ورداد جاسم الهاشمي أهالي صور والحرسوسي عبد الله بن محمد راعي برموده يقدم لنا رداد في شوط القعدان، شوط التهاني، شوط السلامات، مصافحة يد راعي الحفل. فهذا روح شرف وشأن كبير اني اوصل الى المنصة بهذا الحضور الكبير. الله 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 يا سلام. رداد ومهند جمهور صور وجمهور الوسطى واهالي هيمة. شوفوا كيف، شوفوا المشاركات. اهالي صور متواجدين واهالي الوسطى متواجدين، اهالي الظاهرة متواجدين، اهالي كذلك شمال وجنوب الباطنة. يا سلام 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 وناموس. الله السلام يغادر مع رداد. اين سلام عبد الله بن محمد الحرسوسي الكريم اللي مواقفه سخية وصل حمراء الدروع بكل حزة يبشر الثوب المروة والمعزة شبله خبله بيض قلبي يرزه وارد عنه من سنين الأولية الدلال الفوح في ليل من ديان جودها من جاري نراهم شبت وشبت شوط ما يطفي شبت مناجمها الذلايل دوروها المزاير بالمحافل حضروها لين مع اللجنة بفخر يرشحوها دون شك ودون فحص البطرية راهية من فوقها حتى تحتها كنا راعيها بيدنا نعتها كم مطية غالية سعر ومحتها كم عذبة جاتها
سلطان البلاد اللي تسامى، نرضى في الترحيب ويفوح الخزامة، للضيوف بديرة رجال النشامة، نراهم من ماضي الأزمان حيا. ذي يزن بن هيثم الشهم السنافي، في مديحه ما تكفينا القوافي، دعمه لأهل الهجم ما هو بخافي، الكريم اللي مواقفه سخية، من وصل حمر الدروع بكل حزة، يبشر بقوم المروة والمعزة، شبلهم له بركن بيده يرزه، وارد انه من سنين اولية، الدلال تفوح في ليل ونهاري، من ديار جودها بالدم جاري، نراهم شبت وشبت شوط ناري، ما يطفي شبته الا مطيه، مناجمها الذلايل دوروها، للمزاين بالمحافل حضروها، لنملجنه بفخر يرشحوها، دون شك ودون فحص البيطرية، راهية من فوقها حتى تحتها، كنا راعيها بيدنا نحتها، كم مطية غالية سعر ومحتها، كم معذبة جاتها مثل البلية، حامية والطيب في ميدان حامي، من قبل تصف بالصف الأمامي، زعفروها باصفهاني أو بشامي، صبوا الراعية من الشاذلية، القلوب ترف والرايات رفت، والله انه للهجن كفت ووفت، يا بيت اللي خلت العالم تلفت، تهف الترشيح من هذه وذيه، كل عام يجدد الشاعر طموحه، ناوي الحمر الدروع يسوق بوحه، اعذروه ان كان قصر والسموحه، ما تكفيها الحروف الابجديه، باسم سلطان البلاد اللي تسامى، نرضى في الترحيب ويفوح الخزامة، للضيوف بديرة رجال النشامة، نراهم من ماضي الأزمان حيا. ذي يزن بن هيثم الشهم السنافي، في مديحه ما تكفينا القوافي، دعمه لأهل الهجم ما هو بخافي، الكريم اللي مواقفه سخية، من وصل حمر الدروع بكل حزة، يبشر بقوم المروة والمعزة، شبلهم له بركن بيده يرزه، وارد انه من سنين اولية، الدلال تفوح في ليل ونهاري، من ديار جودها بالدم جاري، نراهم شبت وشبت شوط ناري، ما يطفي شبته الا مطيه، مناجمها الذلايل دوروها، للمزاين بالمحافل حضروها، لنملجنه بفخر يرشحوها، دون شك ودون فحص البيطرية، راهية من فوقها حتى تحتها، كنا راعيها بيدنا نحتها، كم مطية غالية سعر ومحتها، كم معذبة جاتها مثل البلية، حامية والطيب في ميدان حامي، من قبل تصف بالصف الأمامي، زعفروها باصفهاني أو بشامي،
سلطان البلاد اللي تسامى، نرضى في الترحيب ويفوح الخزامة، للضيوف بديرة رجال النشامة، نراهم من ماضي الأزمان حية. ذي يزن بن هيثم الشهم السنافي، في مديحه ما تكفينا القوافي، دعمه لأهل الهجم ما هو بخافي، الكريم اللي مواقفه سخية، من وصل حمر الدروع بكل حزة، يبشر بقوم المروة والمعزة، شبلهم له برق بيده يرزه، واردنه من سنين أولية، الدلال تفوح في ليل ونهاري، من ديار جودها بالدم جاري، نراهم شبت وشبت شوط ناري، ما يلطف في شبته إلا مطية، مناجمها الذلايل دوروها، للمزاين بالمحافل حضروها، لين ملجنه بفخر يرشحوها، دون شك ودون فحص البيطرية، راهية من فوقها حتى تحتها، كنا راعيها بيدنا نحتها، كم مطية غالية سعر ومحتها، كم عذبة جاتها مثل البلية، حامية والطيب في ميدان حامي، من قبل تصف بالصف الأمامي، زعفروها باصفهاني أو بشامي، صبوا الراعية ابن الشادلية، القلوب ترف والرايات رفت، والله إن أهل الهجن كفت ووفت، يا بيت اللي خلت العالم تلفت، تهف الترشيح من هذه وذيه، كل عام يجدد الشاعر طموحه، ناوي الحمر الدروع يسوق بوحه، اعذروه إن كان قصر والسموحه، ما مبروك لصاحب المركز الثالث عشر في هذا الشوط، مالك تحذير بالرقم 5 يوسف بن خلفان السناني من الخابورة، ألف مبروك. المركز الثاني عشر والثاني عشر إلى الكامل والوافي بالرقم 12 سياس سعيد بن نايع الربيعي من الكامل والوافي. المركز الحادي عشر والحادي عشر إلى ولاية صحن بالرقم 3 نجاح فهم بن خليفة السناني. المركز العاشر والمركز العاشر اختار بالرقم 6 نجود احمد بن محمد الرشيدي من ولايه مركا. المركز التاسع والتاسع الى ولايه الخابوره بالرقم 4 الديبه للشيخ فيصل بن سلطان الحوثي من الخابوره. المركز الثامن والثامن بالرقم 9 الحضره سالم بن حمد بن سالم الدرعي. المركز السابع والسابع إلى ولاية هيمة بالرقم 15 الماردة ناصر بن عبد الله الحرسوسي. المركز السادس بالرقم 10 رمز علي بن عبد الله بن عامر السنيدي من الكامل والوافي. المركز الخامس والخامس اتجه إلى ولاية مركا بالرقم 1 مشهور شهاب بن حمد المالكي. والمركز الرابع إلى صور بالرقم 7 وصايف يمعى بن علي بن يمعى العريمي. هكذا تعداد المراكز المتقدمة من الرابع إلى الثالث عشر. ويتبقى أمامنا مثلث الذهب، المثلث المتوج بأوشحة المهرجان، أوشحة تحمل لنا النسخة التاسعة وشعار النسخة التاسعة من هذا المهرجان، بالإضافة إلى الدروع التذكارية، بالإضافة إلى مادة الحفرات المركز الثالث والأول والثاني ما بين أبناء ولاية حمص من حافظ الرقم 6 مكتوب الغازي الحمدان العلوي.
بالرقم 8 خميس مصطفى بن سعيد السعدي من السويق. ومشاركة أخرى أيضا قادمة من ولاية هيمة والعاصمة بالرقم 11 محمد بن سالم بن مبارك الحرسوسي. ونقول ألف مبروك. وبعد قرار لجنة التحكيم حصلت على المركز الثالث وتوشحت بالوشاح البرونزي في هذا الشوط. ألف مبروك لمالك العاصمة محمد بن سالم بن مبارك الحرسوسي من ولاية هيمة بالرقم 11. سلام يا هيمة سلام. حضورهم مميز في اليوم الافتتاحي. حصلوا على 3 نقاط ذهبية في الفترة الصباحية وحصلوا على المركز الثالث في شوط الذهب. ونقول السيف سيف الذهب سيف الفطايم وين راح؟ وين اتجه؟ هل يبقى في المحافظة محافظة الظاهرة أبناء ولاية ينقل أم يغادر السيف ويعبر حدود المحافظة إلى محافظة شمال الباطنة والسويق؟ وينتبه على السويق. اسبرين جمهور اسبرين وينكم اسمعكم. تحية لكم على حضوركم. وين جمهور المحافظة وينكم؟ هل المحافظة هل ينقل؟ ونقول السيف ووشاح المهرجان ووشاح المركز الأول في هذا الموسم وبطلت شوط الفطايم وتوجت بالسيف. والسيف إلى ولاية ينقل من حافظ لمالكها مكتوب بفاتن حمدان العلوي من ولاية ينقل. توجت بسيف الفطايم سيف الذهب في شوط التحدي. باسم سلطان البلاد اللي تسامى نرضى في الترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضي الأزمان حية. ذي يزن بن هيثم الشهم السنافي في مديحه ما تكفينا القوافي دعمه لأهل الهجم ما هو بخافي الكريم اللي مواقفه سخية من وصل حمر الدروع بكل حزة يبشر بقوم المروة والمعزة شبلهم له برق بيده يرزه واردنه من سنين. أيوب الزرعي تهانينا والناموس هكذا كان المركز السابع مع أيوب وحضوره بالتحمل مشهورة رقم 1. المركز السادس وكانت جبارة تحمل رقم 4 لمحمد بن سعيد الدرعي تهانينا والناموس. المركز الخامس وكانت تحمل رقم 7 الصبي لحميد بن معيوف الدرعي تهانينا والناموس على المركز الخامس. ولكن المركز الرابع الذي كانت تحمل رقم 3 العطموس لعمر بن راشد بن فاضل الدرعي. اسماء قريبه يا بن فاضل. الله الله الله. ولكن المثلث الذهبي مثلث التتويج مثلث الناموس. الله شوفوا هناك المتوجات التي تحمل رقم 5 لسالم بن حمد بن سالم بن حمد الدرعي ومن تحمل رقم 2 لحامد بن سهيل الدرعي ومن تحمل رقم 10 لجاسم بن محمد بن عبود الدرعي. الله الله الله. الى وين الرمز؟ الى وين الوشاح؟ الى وين يمسى هذا الناموس المسائي؟ الله يا سلام. مسيرة من مسيرات حمر الدروع من مسيرات التحدي. الله
الله الله. انت احمر رقم 2 عقايب لحامد بن السيف الدرعي. وينها؟ خلوها تلف عشان العدسات يشوفوها، واهل المنطقه يستاهلوا ان نذيع لهم، ان نشوف هذه الدلل العملاقه. الله 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 الله. هذه عقايب حامد بن السيف الدرعي. الله يا سلام. هناك رقم 10 صمت لجاسم بن محمد بن عبود الدرعي. حيوها يا سلام. وهنا وين نوايا لسالم بن حمد الدرعي. هذه نوايا تحمل رقم 5 على 5. الله الله الله. تابعوا يا مصورين، تابعوا بعدساتكم، تابعوا بسناباتكم، تابعوا بالتغطيات. الله. المركز الثالث هناك مأمن تحمل رقم 2 عقاب حامد بن السيف الدرعي. تهانينا والناموس انت فائز، وصلت الى المدرج الذهبي في شوط الذهب. ولكن الان هناك نوايا وزم تحديات. يا سلام. الله الله الله. نوايا صالح بن حمد وكذلك جاسم بن محمد بن عبود يتنافسوا على لقب الفوز، يتنافسوا على هذه الدرن حمر الدروع. تنتج الماركة العالمية، ماركة الرموز. في هذا السنة كنا هناك في التسعيرة في الهجانة السلطانية واحدة درن من حمر الدروع انتقلت ملكيتها إلى صفوف الهجانة السلطانية في المزاينة. فمعناته النوعية الفاخرة، النوعية المميزة موجودة مع أبناء حمر الدروع. إن شاركوا في الأسواق المفتوحة أم الأسواق الخاصة لبنان المنطقة. تهانينا والناموس لمالك نوايا وتحمل رقم 5 سالم بن حمد بن سالم الدرعي. سلام نوايا، سلام نوايا، سلام. والخامس بعد قرار لجنة التحكيم اختار حامل الرقم 3 شاهين محمد بن سعيد الدرعي. ألف مبروك، حيوه، يستاهل كرم بالمركز الخامس. المركز الرابع غادر إلى مولع سالم بن محمد الحمادي الدرعي. سلام يشكي له سلام. المركز الثالث اختار بالرقم 1 شاهين مخصص حسين بن حسين الدرعي. المبروك، توج بالمركز الثالث. ونقول ناموس شوط الجهدان في هذه الأمنية انحسم وانحصر ما بين